جريمة مرعبة في محافظة الدقهلية وجثة متقطعة ل3 أجزاء. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. خلال الأيام اللي فاتت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بلاغ من شخص بيقول إن ابنه متغيب عن العودة للمنزل، وكل اللي محتاجه إنه يشوف ابنه حي أو يستلمه جثة. وقتها بدأت الأجهزة الأمنية تجري تحرياتها، وكانت التحريات الأولية بتقول إن الولد والأب ملهمش أي خلافات. التحريات كشفت إن إيهاب الطفل اللي متغيب عن العودة للمنزل كان موجود في آخر مكان عند مدرس الفيزياء اللي اسمه محمد. وبعد أيام بسيطة من البلاغ، أحد المواطنين بيمر على الأرض الزراعية بتاعته اللي كانت قدام ترعة، فوجد شوال وكان بيشم منه رائحة كريهة، فقرر إن هو يروح يشوف إيه حكاية الشوال ده. المواطن قرب من الشوال وكل شوية الريحة الكريهة تزيد، فقرر ان هو يفتح الشوال ويعرف ايه الحكاية. وهو بيفتح الشوال كان جواه الجزء السفلي لشخص مقسوم نصين، وكانت المفاجأة. وقتها حضرت الأجهزة الأمنية على الفور، وبدأت ان هي تحصر بلاغات التغيب علشان خاطر تعرض الجزء السفلي لجسم إنسان على كل الأهالي اللي مقدمين على بلاغات تغيب. في الوقت ده حضر أبو إيهاب وعمه، وأول ما عمه شاف الجزء السفلي للجثة قال دي جثة ابن أخويا. وفي نفس التوقيت راح ضابط من المباحث لآخر مكان تواجد فيه إيهاب، وهو عند المدرس محمد مدرس الفيزياء. المدرس اسمه محمد وعمره 27 سنة، وكان معروف سمعته في البلد انه بيلعب قمار وعليه فلوس كتيرة. ضابط المباحث شك في قماشة كانت ملفوفة بها الجثة، ووجد جزء منها موجودة عند المدرس محمد. وقتها تم إلقاء القبض عليه، وبدأ يعترف تفصيليا ازاي خلص على إيهاب وازاي قسم جثته لنصين. المتهم اعترف تفصيليا على الواقعة، وقال ان هو كان بيمر بضائقة مالية وكان محتاج 150 ألف جنيه. قرر ان هو يخطف إيهاب ويبتز والده، لكن أثناء عملية الخطف إيهاب قاومه، فقرر ان هو يخلص عليه. وبعد ما خلص عليه فكر في ازاي ان هو يتخلص من الجثة علشان خاطر محدش يقبض عليه. المتهم بيقول ان هو قسم جثة المجني عليه نصين، وبعد كده فصل الدماغ عن الجثة ولف الجزء السفلي وحطه في شوال، وبعد كده رماه على ترعة علشان خاطر محدش يعرف مكان الجثة. والجزء العلوي قرر ان هو يفصل الدماغ عن الجسم، ورمى الدماغ والأحشاء في مكان والجزء العلوي من الجسم في مكان تاني. بعد ما تم إلقاء القبض على المتهم أرشد عن الجثة، وأرشد عن الدماغ، وأرشد على الجزء العلوي. أبو المجني عليه أخذ ابنه ودفنه بعد ما اتقطع ل3 أجزاء. والنيابة العامة في الوقت الحالي بتكمل تحقيقاتها في الواقعة.